السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وين ما كنتم. وصفتنا لليوم إن شاء الله بتكون وصفة المعصوب والعريكة مثل طريقة المطاعم وألذ. شاهد الفيديو للآخر. قبل ما تشاهد الفيديو لا تنسى دعم الفيديو بالمشاركة والتعليق الحلو، وخلونا نبدأ. كوب دقيق أبيض، كوبين بر أو دخن. البر هذا مملح جاهز ما عاد يحتاج. قليل سكر، فانيليا بودر. طبعا علشان النكهة ممكن نستغني عنها. نخلطهم مع بعض تمام. كوب وربع ماء دافي، ونعجن. إذا شفنا إنه يحتاج ماء نضيف له قليل. وهذا هو قوام العجين المطلوب. أهم شيء تنعجن تمام. نمدها بالشكل هذا ونقطعها قطع بالشكل هذا. الثلاث الأكواب أجت معي 3 قطع، كل قطعة تجي لي صحن تقريبا. نكورها بالشكل هذا. ندهن العجينة بقليل سمن. طبعا يا جماعة بدون ما ترتاح، بدون أي شيء. الآن نفرد العجينة. طبعا خليناها ارتاحت تقريبا 5 دقائق، تنفرد معانا بكل سهولة. هذه هي بعد ما استوت معانا بالشكل هذا. بناخذ شوية تمر أو معجون التمر ونحطه في الخبز بالشكل هذا، ونلف عليها الخبزة ونحطها في محضرة الطعام. وهذا هو جاهز بالشكل هذا. طبعا هذه العريكة نسكبها في وعاء بالشكل هذا. ايش بسوي؟ سمن، قليل سمن عشان تفترد معانا. وهذا خبز العريكة جاهز. في الصحن نسكب قليل قشطة، ونضيف عليها من الفتة اللي فتيناها بالتمر أو الخبز العريكة، وقليل قشطة برضه. نعيد الطبقات حتى نسوي 5 6 طبقات عادي جدا. طبعا هذه أفضل جبنة تنفع للعريكة والمعصوب اللي يستخدموها بالمطاعم. جبنة شيدر مطبوخة. دائما أنا قد سويت من قبل فيديو وذكرت الشيء هذا، وجبت معلم اليوم برضه وأكد المعلومة هذه. ونبشر عليها الجبنة بالشكل هذا. كورن فليكس. طبعا أنا أضفت الكاجو، حبة البركة، والعسل. وهذه العريكة جاهزة ما شاء الله تبارك الله. الآن بنجهز المعصوب. حبة موز خلطة، وبعدين ننزل الخبز فوق الموز. هذا هو بعد ما خلطناه. نحطه في وعاء. قليل سمن، قليل قشطة، نضيف عليها قليل قشطة كمان، ونوزعها بالشكل هذا، ونبشر عليها الجبنة. شوية كاجو، قليل كورن فليكس. طبعا نفس الوصفة الأولى، بس اللهم إنه اختلاف الموز فقط. ممكن نسوي أي مكسرات متواجدة عندنا. حبة البركة،
وقليل عسل. وهذا المعصوب جاهز ما شاء الله تبارك الله. ونقول بسم الله ما شاء الله تبارك الله. لازم تجربوه. بسم الله. وهذه العريكة ما شاء الله تبارك الله، جربوها وعليكم بالعافية.